ورجعنا بعد الفاصل. موهبة النهارده بقى عندنا موهبة انتوا سمعتوها وكنتوا دايما عمالين بتقولوا لنا ان احنا عايزين احمد معانا، عايزين احمد معانا، عايزين حلقة غنائية ونشوف هو بيغني ازاي ونسمعه لايف كده. فالنهارده منورنا في الاستوديو احمد ماجد الشهير باحمد جيكا. منورني. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. عندك كام سنة؟ يعني نقول داخلين على 20 خلاص، 20 يعتبر. قربت؟ 7 الجاي خلاص، 7 الجاي. 7 الجاي خلاص قربنا. عايزاك بقى تعرف الناس بيك اكتر، بتعمل ايه، بتغني من امتى، تدرس ايه، الكلام ده. انا احمد جيكا، يعني احمد مشهور بجيكا يعني. هنعرف قصة جيكا ده، انا عايز اسألك السؤال ده بس قول لي الاول بتعمل ايه. انا بغني من وانا عندي 6 سنين، يعني عادي. صوتي حلو في البيت، بغني وكده شويه وجه المعلم ده بس كنت لسه اتعلمت عليه. كان جاي لك وانت لسه؟ كان جاي عندي 6 سنين 7 سنين في الحته دي يعني. مين جابهولك؟ كان هديه من زبونه مامتي في الشغل. سمعت صوتي وكده فراحت قالت لا ده حاسه مش عارفه ايه لغايه النهارده. فيك حس فني لازم ننميك. لغايه النهارده هي بتشجعني وبتدعمني ومتابعاني يعني لغايه النهارده. وهي قالت لي من وانا يعني وانت صغير شفت فيك حاجه فهي جابته لي. وتعلمت عليه بعد كده لوحدك؟ فتره ثانوي كنت في مدرس كده في ثانوي كنت عايز يعلمني في الموسيقى. كنت في الهرمون اللي في الدقي، بس هو ما كانش حاسس انه عايز يعلمني يعني. فقلت طب والله لا اتعلمه. يعني انت بقى ايه اتعلمته عندن في هو ما كانش فتحت اليوتيوب بقى وانا هتعلم. رحت مطلعه ورحت ظابط الاوتار وظابط الدنيا واتعلمت. ايه اول اغنيه اتعلمت عليها؟ اكيد هتعلق معاك دي. معاك قلبي. معاك قلبي بتاعت عمرو دياب. كنت لسه طبعا بقى بتعود على السول بتاعه كده بس عشان احرك صوابعي على الجيتار. وبرده هاديه. يعني اللي كنت الاقيها على انا كنت اي حاجه قدامي على اليوتيوب بقى كانت حاجه انا حاببها. بس انا اصلا اتعلمته عشان في اغنيه كنت حاببها قوي من زمان كانت اغنيه الحماقي يعني. ايه اغنيه ايه؟ بتاعت وافتكرت. دي الجيتار فيها حلو جدا. فانا وانا صغير بقى كنت بسمعها كان نفسي اتعلم الجيتار قوي بس صوابعي كانت صغيره ومش عارف اتعلم عليه. ايوه بص ما اكبر بقى. نصيب بقى. جيكا ده بقى جه ازاي؟ قولي. بص هو جيكا كان بقى يعني من فتره وانا صغير يعني من قبل 6 ابتدائي الكلام ده. فكنت في الوقت ده كنت ماضي مع حد، كنت بغني بقى وكده. بس كنت داخل على اولى اعدادي كنت ماضي مع شركه بس بدون طبعا ذكر الشركه او اسمها. فكنا عمالين بقى طب احمد اسمي الحقيقي طبعا مش عايز اقوله. ايوه. فالاسم حلو بس المشكله مش اسم حركي. مش اسم فني كده. عايزين حاجه فنيه. حاجه تشد كده. منين مش لاقيه. فشويه بقى قعدت. كانت ساعه الثوره انا افتكر كانت في ثوره وكان في شهداء فكان في شهيد اسمه جيكا. فقصته اثرت فيا شويه فسميت نفسك احمد جيكا بيه. ومن ساعتها بقت الاكونتس حتى كلها بتاعتك بنفس الاسم احمد جيكا. يعني الاول كنت باسمي الاصلي شويه واحمد بس الاسم قصه الشهيد ده حسيت انه اسمه مش لازم يموت، لازم اسمه يفضل حي يفضل موجود. فاخترت الاسم والاسم جميل وانا خلاص جيكا يا جدعان انا احمد جيكا. وثبت عليه وحسيت ان هو لايق عليك بطل يعني يستحق ان اسمه بصراحه يفضل موجود لغايه النهارده. بس هو الاسم يعني انتشر برضه فتره بس يعني صح. الناس خلاص بقى كل اللي حواليا بيندهني بجيكا. الاكونتات بتاعتي جيكا فخلاص. ايه اول اغنيه عملتها وطلعت ترند بقى الناس كلها غنتها بصوتك يعني؟ اول اغنيه بتاعتي انا غنيتها بصوتي كانت اسمها يجمل قمر. كانت الحاني برضو كلماتي وكده كنت انا اللي كاتبها وانا اللي ملحن. لان طبعا انت عارفه ما كانش فيه امكانيات خالص عندنا في الاول. انا اروح اشتري من حد كلام واروح اشتري من حد تاني حد يلحن. ومفيش حتى معارف. انت كنت لسه بادئ ما كانش فيه علاقات. اتعلمت الجيتار بقى وكده. كانت لسه من سنه بقى لها سنه. دي انت بصوتك وانت اللي عاملها. دي اول حاجه عملت بوم عندك على السوشيال ميديا ولا كان؟ لا ما كانتش اول حاجه عملت بوم طبعا يعني. انت مش حد من اول مره لا ايه اول اغنيه عملت كده معاك بوم؟ مش بتاعتك مش لازم تكون لا يعني من فتره يعني من قيمه شهر كده بالظبط عملت زي ميدلي مهرجانات.
بس الميدلي ايه كلام طبعا مهرجانات الكلام الحلو وكده. رحت بس مغنيه بطريقه تانية. مغنيه بطريقتي، وبرده في حاجه كده في اغنيه تراب لعنبه، فحطيتها في اول الميدلي، يعني غنيتها بطريقتي بس حولتها. يعني هي المفروض راب، مش ينفع تتغنى مع مهرجانات مع توزيع. ايوه رحت ملحنها بشكل تاني ورحت مغنيه، عجبت الناس بقى، والاسطوانه انتشرت على التيك توك يعني الفتره اللي فاتت وكده. انت التيك توك هو يعني عمل لك انتشار اكتر؟ يعني انا كنت بغني من زمان يعني، فكنتش متشاف اصلا، فحتى اليوتيوب من وانا في اعدادي وانا بعمل قناه يوتيوب وعمال ارمي عليها فيديوهات وبتاع، وانا بغني في السن ده، مش عارف اغني، انا كنت ناقص اغني تحت السلم كمان، ما اتشفتش خالص. فهي بالصدفه التيك توك ما كانش في دماغي يعني، كان موجود في نص، بس كنت بقى انت في فكره طالعه عنه مش حلوه. تيك توك ايه، والناس اللي حواليا عقدتني ان انا اعمل تيك توك يعني. لغايه ما جه بالصدفه واحد صاحبي كنت مغني وداع دنيا وداع الجيتار برضه بشكل رومانسي، بس انا ما بغنيش، ما كنتش بغني شعبي، بغني مهرجانات، بغني رومانسي بس. فتعالى رحت مغنيه، عايزين وداع يا جماعه، ما بتغناش على مش هينفع اغنيها لكم لايف، لا الجيتار. رحت مغنيها على الجيتار، يلا على الجيتار. فراح مصورني، فراح يعني خد الفيديو نزله عنده، فالفيديو جاب على التيك توك جامد، والناس بقى داخله بقى صوتك مش عارفه شبه مين شبه مين. ايوه قعدوا بقى يشبهوك وكان في تفاعل كتير من الناس. فقال لي انا عايزين من ده كتير، بقيت اغني المهرجانات على الجيتار. قعدت معايا شويه، وبعد كده لقيت الناس ابتدت تزهق بقى من الكونتنت ده، فكان لازم ان انا اغيره. تجديد بقى. لازم اجدد بقى، الناس زهقت. الاول اغنيه انت بتاعتك قلت لي اسمها اجمل قمر. يلا نسمعها. يلا بينا. يا اجمل قمر ياللي منور لي حياتي، دايما بشوفك واحكي عنك في رواياتي. يا اجمل قمر قلبي وكل اهتماماتي، ما اقدرش اعيش انا وانت بعيد عن حياتي. هفضل بحبك لو هموت، يا اغلى شيء عندي في الوجود. هفضل بحبك لو هموت، يا اغلى شيء عندي في الوجود. هتحدى بيك كل الظروف، وياك نسيت انا طعم الخوف. يا اجمل قمر ياللي منور لي حياتي، دايما بشوفك واحكي عنك في رواياتي. يا اجمل قمر قلبي وكل اهتماماتي، ما اقدرش اعيش انا وانت بعيد عن حياتي. بنده عليك بأعلى صوت، يا وردة في بستان الورود. بنده عليك بأعلى صوت، يا وردة في بستان الورود. زي القمر في طبعه الكسوف، يا ورد من الشجر مقطوف. يا أجمل قمر ياللي منور لي حياتي، دايما بشوفك واحكي عنك في رواياتي. يا اجمل قمر قلبي وكل اهتماماتي، ما اقدرش اعيش انا وانت بعيد عن حياتي. كانت اول حاجه. دي كانت اول حاجه. طبعا خدت منك مجهود كبير لانك كنت قايم بكل الادوار. كنت انت اللي مؤلف وقلت صح؟ لا، ما الحوار ما كانش رخم يعني، كانت كلام. لما باجي اكتب عموما، لما باجي اكتب اغنيه مش اللي هو هقعد انا خلاص يا جماعه اقعد اكتب اغنيه، بتيجي معاك كده. بتيجي ببقى قاعد كده الاقي الكلام ايه ده، يا اجمل قمر يعني. حلو الكوبليه ده. قاعد مثلا بتفرج على مسلسل ولا حاجه والاقي بره المسلسل، بره اي حاجه، بره الفيلم، بره الاقي فيه كوبليه، ايه ده امسك التليفون بقى الاقي نفسي جبت الاغنيه كلها وانا قاعد وانت قاعد ما خدتش منك المجهود مع يعني. اللحن ما اعرفش اجيب وامسك الجيتار واقعد بيه كده
هو لو عملنا كده ممكن مش عارف ايه لوحدي كده لازم اجمعها مع بعض. مش اكتب الكلام واقعد الحن الكلام بعدين. لوحده وبعد كده تلحنه؟ لا ممكن اكتب الكلام والحن بعدين، بس بحس انا يا اجمل قمر جت كده، جت كلام مع اللحن. لكن يعني لو عملنا القصه التانيه دي هتاخد منك مجهود ووقت اطول. انت طبعا تكتب الكلام لوحده وبعد كده تلحنه. لو انا خلاص حد عايز مني اكتب له اغنيه او ان انا اقعد اكتب اغنيه، لسه اقعد بقى ادور على فكره طب حته ان انت تكتب لحد اغنيه وتلحن والكلام ده، حابب تعمله ولا انت حابب تعمل حاجتك ليك انت بس؟ لا ممكن اعملها على حد، بس الفكره كلها اغنيه كانت يعني اجمل قمر كتبتها عشان كنت حاسسها. ساعتها بقى كنت يعني زي ايه شبه بقى فاهم انت. أيوه معجب بقى معجب وبتاع. فكانت طالعه مني، طالعه من قلبي. حتى اللي اخر حاجه اعملها برده كانت من قلبي برده. يعني هي ما بتجيش معايا ان انا عايز اقعد انا هكتب اغنيه. انا ممكن اقعد اكتب اغنيه، بس هي يا اجمل قمر جت معايا كده، اللي هو كنت حاسس الكلام فكاتب واللحن لوحده في دماغي خلاص فطلعت وقلت. لكن ما عندكش مشكله ان انت تشتغل في الحته دي، في الجزئيه دي، ان انت تبقى كاتب وملحن؟ انا ممكن اكتب اغنيه مثلا او الحنها واحس ان هي مش كتبتها ولحنتها، بس مش انا اللي اغنيها، مش ليك. حاسس ان هي لو حد مثلا معين غنيها هتبقى جامده. حد ممكن يحسها زي ما انت بتحس الاغنيه اللي انت كاتبها وعايز تغنيها. يعني انت قلت ان انت كنت حاسس الكلام بتاعها، ممكن حد تاني يحس ان الكلام ده معبر بالنسبه له اكتر، بس انا بحس ان انا لما بقرا مثلا، يعني بقرا كلامه كده بتاع حد او ما يستني لسه ان انا الحنه او الكلام ده، في كلام بحسه وفي كلام لا، مش اللي هو كلام يبقى جميل جدا بس انا مش حاسه عليا، مش هو مش انت مش اللي انا اغنيه. مش يعني اغني اي حد يغنيه انا اغنيه، بس مش ستايلك، مش الستايل بتاعك بالظبط. طب نفسك تغني مع مين وتلحن وتكتب لمين؟ سؤالين دول. بصي هو انا كتير قوي، ده سبب اصلا شهرتي على السوشيال ميديا، بعترف بده. ان في ناس كتير قوي بتشبه صوتي لتامر حسني. ان الناس بتقول ان انا صوتي شبه تامر حسني، حتى مسميني على التيك توك، او كان السبب يعني حتى لما غنيت وداع اغلبيه الكومنتات انت صوتك تامر حسني، الكومنتات كلها كانت كده. تامر حسني فنان جميل طبعا جميل أنا جميل بحبه جدا وانا عيل صغير جدا 6 سنين ولا 5 من يوم ما وعيت على حاجه اسمها ان انا اغني. انا بعشق حاجه اسمها تامر حسني. الاغاني بتاعته القديمه عايشه لغايه دلوقتي، هي كانك بتسمع حاجه جديده. اكتر من الجديده والله. كانك فعلا عايش يعني الاغاني اللي كانها لسه طالعه دلوقتي. هو اسطوره، انا بحبه وطبعا نفسي اكون زيه، او يعني اتمنى ان انا اكون زيه في يوم من الايام وعندي الجمهور ده. يعني انا ساعات بقعد انا يعني كذا مره احلم ان انا واقف جنبه على الستيج وبغني، والحلم مش مره ولا 2، ده على مدار حياتي احلم كده، اقوم من النوم كده انا مش عايز اقوم من الحلم، يعني لو واقف جنب تامر على الستيج وبغني وفي جمهور، فحلم بالنسبه لي انا نفسي اقابله. في مناشده هنا للفنان الكبير تامر حسني. احمد زيكا نفسه انه يغني معاه على الستيج، فدي يعني مناشده من هنا من برنامج على الماشي للفنان تامر حسني باسم احمد زيكا، ان هو نفسه يغني معاك على ستيج واحد او مع بعض بقى، بما ان احنا في كورونا. بس ابعت له بقى انت اغنيه. بعت له انا زهقت من كتر ما انا ببعت والله العظيم. دلوقتي لايف بقى نكمل الموضوع. غني له اغنيه، دي له اغنيه، نغني له اغنيه ليه؟ نغنيها لايف. انا مقدرش ابعد ثانية، انا بعدك ماليش في الدنيا، يا والحب عاش قلبي معاك. الايام بقت مش هي، ريت ترجع وحشت عينيا، حياتي في بعدك انت مش حياة. نسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك. تعالى لومني ريح قلبي وارتاح،
تعالى ياللي نفسي في حضنك يا ريتك، انا مقدرش اعيش مستني، ده مش بايدي غصب عني، وحشني حبيبي قول انا اعمل ايه. ما شفتش حاجة من اللي حصل لي، وبسمع ناس كتير بتقولي زمان نسيك وعايش تفتكروا ليه. نسيني ليه بتتعب قلبي وياك، ده ما يهونش ابدا عليا انساك. تعالى لومني ريح قلبي وارتاح، تعالى ياللي نفسي في حضنك يا ريتك. برافو عليك، حلوه قوي. الاغنيه دي على فكره اصلا يعني مفضله عندي. انا بعشق تامر يعني. تامر والله مش عارف، حتى بيقولوا يعني على التيك توك مسمين تامر حسني الصغير. حتى مطلعين كانوا لما بدات يعني وكده كانوا عاملين هاشتاج قريب من اللقب بتاعه اللي هو بتاع نجم الجيل. تامر حسني نجم الجيل، انت هتبقى محبوب الجيل. فمسكوا في الهاشتاج فلقيتهم كذا مره. فانت انت كاتبه عندك اصلا صح؟ على كذا مره يكتبوا في الكومنتات محبوب الجيل، هتبقى محبوب الجيل باذن الله ومش عارف ايه. فخدت خلاص بقى ده الهاشتاج بقى. ان شاء الله باذن الله تغني معاه وتوصل اللي انت عايزه. نفسي والله يعني. تبقى انا عارف الناس طبعا الطريق قدامي شويه، اكيد لسه طريق طويل جدا ان انا افكر حتى ان انا اسجل حاجه مع تامر حسني في يوم من الايام، رغم ان تامر حسني بينقي بيختار الناس صح. اللي بيعمل معاها اغاني صح. يعني شاطر جدا. وكل كليب جديد بيعمل حاجه مختلفه تماما اجمل من اللي قبلها بكتير، رغم ان القديم جميل وهيفضل معلم، بس بيعمل معاصر مع العصر اللي احنا فيه. هو طبعا هو كمان أبداً. مع الوقت اكيد الفنان تامر حسني اكيد هو كمان مع الوقت بقى عارف اكتر، هو بيدرس اكتر انا بتعلم منه، بحاول اتعلم منه على قد ما اقدر في اخلاقه، في طريقه تصرفه مع مشاكله عموما في السوشيال ميديا او صحيح. كفن بتعلم منه، بحاول اتعلم منه على قد ما اقدر، اتعلم من افلامه كده بقى. هو فنان شامل يعني، غنى وتمثيل وكل حاجه نجم كبير بجد يعني. اتمنى والله اكون زي في يوم من الايام مثل اعلى فعلا لناس كتير جدا يعني. خلينا بقى نتكلم عن الاغنيه الاخيره اللي عملتها انت وقيصر. كدبه. كانت مفاجاه للناس كلها. هو قصتها فجاه كده. يعني الاغنيه دي انا كاتبها تقريبا بقالي بتاع 4 شهور. كتير. 4 شهور او 5 شهور كمان. فانا كنت كاتبها لسبب ده حاسسها برضه انت واخد شغلانتك دي بتلقح على الناس ولا ايه الكلام؟ هي زي كده لما بحب مثلا في ببقى زي يعني حابب اقول لحد كلام حلو، فهي جت معايا اجمل قمر. كنت بقى زعلان حاصل معايا مش عارف ايه، حبيت اوجه الرساله بس بفن يعني. وجهت الرساله اللي انا عايزها للشخص المعين بس بفن. فعملت الاغنيه، وما كانش في دماغي طبعا ان انا اعملها، ما كانش عندي انتاج ولا برضه يعني. انا بعمل اغنيه كل فين وفين يعني، كل سنه كل سنه اغنيه. فما كانش في ان انا اعملها، ما كانش في دماغي. انا عملتها خلاص، الاغنيه اتعملت، سجلتها على التليفون، اركب. بس انا خلاص كان عندي كلام عايز اقوله فطلعته بفن. وسجلتها بصوتك كلها؟ سمعتها للقيصر. هو القيصر انا وهو قريبين قوي من بعض، قريبين جدا يعني، لدرجه ان احنا على طول بنشجع بعض. حتى لو حد فينا ما بيشتغلش، ما بيصورش، ما بينزلش فيديوهات، يخش انت ما بتنزلش فيديوهات ليه؟ انت مش شغال ليه؟ تشجعوا بعض. نشجع بعض. وهو طبعا من يوم كنت لسه داخل السوشيال ميديا، وكان عندي 2000 على الانستجرام وارقام، وكان لسه بقى هو بدا يتشير وكده. دخل بقى كلمني وكده، انت صوتك جميل قوي، قلت له انا اللي بعشق فيديوهاتك. فعندنا حب كده لشغل بعض وشبه بعض جدا. حاجات كتير قوي كل مره بنتقابل فيها، رغم ان احنا نعرف بعض بقالنا فتره، بنلاقي نفسنا شبه بعض في حاجات غريبه. انت لو اخويا التوأم مش كده. ايوه. فهو بقى سمعها عجبته، قال لي انا عارف الاغنيه لمين؟ قلت له قال لي قال لي جميله قوي، انت ايه يا ابني ده؟ قلت له قال لي امسكها بقى. فبقول له قال لي دي اللي هنسجلها مع بعض. يا ابني ازاي ده رومانسي؟ فمش لا، الاغنيه اللي احنا هنعملها مع بعض انا راسم حاجه تانية. قال لي لا هي دي، والله العظيم انا ماسك دي. يعني انتوا اصلا كنتوا بتخططوا ان في اغنيه تانية هتعملوها مع بعض؟ من يوم ما اتكلمنا تقريبا اول مكالمه كانت ما بيننا قعدت ساعات يعني،
بتتكلم بتاع 5 ساعات ولا حاجه قاعدين بنرغي، وفي يوم من الايام هنعمل مش عارف اغنيه مع بعض وبتاع. قلت له لما نتشير بقى وننجح ونوصل ونبقى مشاهير او على السوشيال ميديا نبقى فيهم نعمل اغنيه. فالكلام ده بقى له فمسك سنه، بقى في من دي. سنه. اه. فلما سمع الاغنيه دي من 5 شهور قال لي بقى خلاص امسك عندك دي بقى، اثبت عليها عشان دي اللي هنسجلها مع بعض. يا ابني قال لي نفس الفكره اللي كانت في دماغي ان هي خاينه ومش عارف ايه. يا ابني طب ابني طب ليه كده؟ ده انت الحاجه كويسه معاك. لا هي خاينه وانا مش عارف ايه والاغنيه حلوه. طب هنغنيها ازاي؟ ده الاغنيه على بعضها كانت الاول قصيره، كانت مقطع 4 مقاطع يعني. قال لي لا احنا عايزين نزود. قلت له والله انا كان عندي كلام كتير قوي عايز اقوله في الاغنيه، بس كانت الاغنيه تبقى طويله زياده عن اللزوم. قال لي قوله بقى، قوله. بس هو طبعا عشان يغني هو مش صوته مش حلو، صوته عادي. اللي هو يغني راب، فانا ما اكتبش راب، انا هعرف ايه اكتب راب منين؟ انا ما اعرفش. فقلت له طب هزود لك عليه. قعدنا بقى مع بعض، نزل كده من قيمه اسبوعين يعني 3، بدنا نقعد مع بعض اكمل كلام الاغنيه، يقول لي حلو. ايوه سجل عندك. انت كنت حاسس انه انا هيقع حاسس من ان اول هو كده حلو، خلاص سيبه على كده. فبدنا نزود بقى وبتاع لغايه ما خلصت الاغنيه. مش طبيعي، انا طبعا كنت بكتب بمساعده يعني ايه ان هو مثلا يقول لي ممكن لا نغير مش عارف ايه. مش حاسس انه، بس هو حد بيقول لك رايه يعني. هو انا حاسس هو يقول لي انا راسم ايه في خياله في الكليب. هو كان حاطط في دماغه فكره زي قصه، هو يقول لك يحكي القصه وانا اكمل عليها. هي الاغنيه نفس القصه بالظبط، بس هو يحكي وانا اكمل. واختيار بقى التصوير، اللوكيشن والشكل، واختيار في بنوته كانت معاكم بتصور. دي اختيار القيصر طبعا. هو القيصر خد رايي الاول. انا في الاول كنت معلش ما تزعليش مني يا شهد، كنت معترض عليها. فقال لي ليه؟ قلت له مش عارف، حاسسها صغيره كده مش. قال لي ايوه ما انا عايزها صغيره عشان ما يبانش ان هي كبيره، فيبقى شكلي واحنا شكلنا اصلا صغير. ايوه مش شكلنا اللي هو يعني كبار فيبقى محتاجين بنت، لا انا شكلها. قلت له مش عارف، انا طبعا ايه ما بحبش احكم على الشخصيه من غير ما اقعد معاها. فقلت له طيب اقعد معاه ونشوف. كان عندي كذا حد بقى، بس احنا كنا مختارين كذا حد وانا كان في دماغي ناس برضو كده. فقعدت معاه لقيتها شخصيه كويسه جدا ومحترمه قلت لا. انا كنت اهم حاجه عندي ان الشخصيه تستحق. يعني ان انت فعلا تستحق انك تبقي في ده. لان هي كانت من السوشيال ميديا. انا كنت عايز حد بره السوشيال ميديا، بس هو اصر انه يبقى من السوشيال ميديا. فقلت له انا عايز حد يستحق، مش عايز حد بعدين يجي يقول الكلام مش تعرف طبعا فاهم السوشيال ميديا. دي حقيقه. والتصوير بقى مين كان بيصوركم؟ كان حد من السوشيال ميديا ولا ديابلو اللي صور الكليب، وبرده اللي كان شغال على الاخراج بتاعه ديابلو، مدير اعمال عنبه. هو واللي بيصور الكليبات بتاعت عنبه برده. هو طبعا انا قلت له هو زي اخويا الكبير، فانا قلت له طبعا. هو وقف جنبي على طول وقال لي طبعا ويلا وجاهزين امتى بس وابتديتوا بقى. واللي منتج كان بيقول العالميه. طب خلينا نسمع الاغنيه كدبه. يلا بينا. يلا بينا.
الاغنيه فيها رسائل. هي مليانه رسائل. فيها رسائل كتير. هو انا وصفت فيها بس بطريقتي، يعني وصفت فيها بالظبط بس بالطريقه. طبعا الرساله وصلت. والنجاح، رسائل النجاح يعني تدي حافز للناس. كانت القيصر، كانت فكره القيصر. الاغنيه كانت بعيد جدا، مش الفكره، ما كانتش فيها فكره ان انا اقول فيها حاجه للناس او اوجه رساله انك ما تقفش خالص. انا كنت عايز اقول، بس الاغنيه هتبقى طويله قوي بالنسبه لواحد بيغني كلاسيك. الاغنيه كده وسعت جدا، فانت مش عايز قولها في اغنيه ثانيه، يعني قول اللي انت عايزه في اغنيه ثانيه. فهو بقى عشان هو اقترح زود، فكان اضافه على الاغنيه، فاداني المتسع. طلعت حلوه جدا. طب احنا بقى عاده انا اللي بختم. احنا النهارده شيكا هو اللي هيختم باغنيه من اختياره. اعمل على الجيتار او من غيره اللي انت عايزه. بالجيتار نختم بميدلي قمر كده. تمام، يلا بينا نختم. في قلبي مكان ما كانش بيوصله إنسان لأنه أمان، ما كانش بيدي حد أمان. فتحت أنا ليك، دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. خليني معاك، ده أنا راحة قلبي معاك، هو اللي يحس هواك في بعده يكفيك. من بين الناس أنا عشت معاك إحساس، بعد ما جربته خلاص ما اقدرش أعيش غير بيك. حقيقة وباينة زي الشمس، أقولك إيه، أكيد أنت اللي عشت سنين بفكر فيك، وجوه في قلبي حب كبير وحاسس بيك. سامحني إن كنت مش عارف أوصل ليك، ساعات بنحس بحاجات وأما نيجي نقول يروح كل الكلام منا وسكوتنا يطول. عينيك هي اللي بتخلي كلامي يطول. اقولك حاجة طب غمض شوية عينيك، وده حب مش عادي، ولما تكون هنا قصادي بكون يا حبيبي انا راضي وبكون مبسوط. ويا اغلى من عيني، يا اجمل حاجة في سنيني معاك يا حبيبي، خليني اعيش واموت. خليني معاك، ده انا راحة قلبي معاك، هو اللي يحس هواك في بعده يكفيك. من بين الناس انا عشت معاك احساس، بعد ما جربته خلاص ما اقدرش اعيش غير بيك.